شباب راحت الى بلنتيات. فهد مسعود، اعصابك انا داري انت منتهي، انا عندي خبر، لكن وضعك شو يقول الحين؟ والله خالد ما قصروا. طارق نفس الشيء، نظن انه ثقه كامله الان بالنسبه للحارس. مناف، من يفوز الحين؟ حسب معطيات المباراه، اخر شوطه، اخر هجمه، اخر ما فيها توقع ابو جاسم، ما فيها توقع. بس اعتقد تصدي الامارات يعطيك تعطي دافع معنوي، يعطي دافع للنهايه. هذا انا اخشى من الفريق اللي يبي البلنتيات. شفنا حارس الامارات كان وده بالبلنتيات، فممكن يصير عكسيه. بس اخر صده له ما شاء الله، يعني ما شاء الله. كانت المباراه محسومه. فيصل، هاي ضربات الحظ اللي يعني الواحد صعب يتوقع فيها، صعب الحظ يتوقعها. كابتن راضي، اذا محضرين امورهم فريق، اي فريق محضر اموره، عنده حارس جيد، عنده منفذين جيدين، تروح المباراه معاه. كابتن جمال. انا عايز اقول لك كل حراس المرمى بتوع الدوره كلهم مميزين، هي هتقف على حارسين المرمى اللي هيكسب انت تشوف مين؟ هو طبعا اللعبه الاخيره ديت هتدي الاولويه لحارس مرمى الامارات. منذر، الفريقين الاثنين يستحقوا حقيقة التأهل. المنتخب الإماراتي قام مقابلة محترمة، الجزائري نفس الشيء، الهدوء قبل التنفيذ والثبات، وخاصة قيمة الحارس المرمى في ضرب الجزائر عنده قيمة كبيرة ياسر. كابتن رشيد، كل شيء يتكلم على الحراس وما يتكلموش على اللاعبين اللي يستفيدوا. لازم اختيار اللاعبين يستفيدوا يكونوا واثقين من انفسهم اكثر، يكونوا في كامل لياقتهم البدنيه. من الاكثر هدوء؟ بداية خسارة أو أي واحد منهم يطلع لنا، فعلا يستحقون الفريقين الوصول نصف النهائي، لكن أنا نروح مع الإمارات. مع الإمارات، وأنا دوري أروح حق خالد الحدي مرة ثانية وركلات الترجيح في هذه المباراة الكبيرة والعطاء الكبير اللي قاعد نشوفها من فريقين قدموا نفسهم، هم فريقين كبار أو منتخبين كبار، المنتخب الإماراتي والمنتخب الجزائري. واستاذ البيت قاعد يشهد لحظات حاسمة من اللي راح يصل إلى الدور نصف النهائي. لحظات وتنطلق ركلات الترجيح. نرجع لك خالد الحدي. شكرا خالد. آن الأوان وانتهت حكاية 90 و30 بمجموع 120. 1 إماراتي 1 للجزائر، ولذلك الآن هي لحظة الحسم بركلات الترجيح. تبتسم لمن لا أعلم، تضحك لمن لا أعلم، من سيتأهل لا نعلم، لكنه مشهد القلق والتوتر والأعصاب المشدودة، وكل من لا يستطيع النظر فليذهب في جولة وليعد ولا يستمع لي ولا لغيري، أقول لكم ذلك. ومن لديه بعض من الضغط والسكر أنصحه بأن يضع حباتها بين يديه ويرتشفها بماء. أنا قلت لا حد يطيح منكم، شوفوا شيابكم، شوفوا أهلكم. ويبدأ الجزائر بالركلة الأولى. ها هنا يبدأ المشهد مشاهدينا متابعينا ما بين حمد المقبالي وفريد شعال وياسين إبراهيمي، أول المنفذين للكرة الأولى. تم اختيار المرمى في الجهة اليمنى، تم اختيار المرمى في الجهة اليمنى. والآن ياسين إبراهيمي للركلة الأولى. خلوني أسجل معاكم، خلوني أخذ معاكم ورقة وأسجل. شوف هذا، الله يعينه. هناك من يدعي، هناك من يناجي السماء. وهنا ركلة الأولى، ياسين وحمد ياسين يسجل الهدف الأول في المرمى. الكرة الأولى للمنتخب الجزائري. 1 صحيح للجزائر، 1 صحيح.